السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير واحسن الاحوال. النهارده هنعمل كفته الحاتي بطريقه سهله وما فيهاش اي حاجه. هندخل على الفيديو على طول، بس لو لسه اول مره تشوفيني تضغطي على اللايك وتعملوا لي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الفيديو. انا عندي نص كيلو لحمه مفرومه، فيها نسبه دهون، يعني تلتين والتلت. وعندي بصلايه كبيره متقطعه، وعندي ورق بقدونس وكزبره، وعندي قرن فلفل حامي على قرن فلفل قرن فلفل حامي على قرن فلفل بارد يعني. وعندي معلقه بيكنج باودر ومعلقه نشا، وعندي التوابل ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشويه جوز الطيب وتوابل اللحمه، مش اكتر من كده. هندخل على الفيديو بقى. اشيل الحاجه دي كده. هجيب طبق كده عندي اهي، اللحمه عندي اهيت زي ما حضراتكم شايفين كده. هجيب البصل طبعا والخضار، ما تحطيش خضار كتير. واما تيجي تعملي الكفته حاولي ان الحاجات اللي بيبقى فيها سوائل ما تبقاش كتير عشان الكفته ما تفكش منك. انا حطيت كده الحاجه كلها كده وهعجنها كلها في بعضها. هتاخد لها عجنه حلوه كده كويس عشان الانسجه بتاعت الكفته تفك منها زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين كده بقى، انا خليت الانسجه كلها بقت زي الخيوط كده. هجيب بقى معلقه البيكنج باودر ومعلقه النشا، وهقعد برضو عشان يتجانس مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بعجنها كويس قوي عشان برضو البيكنج باودر يتجانس مع اللحمه ومع الخضار. زي ما حضراتكم شايفين كده. دي كانت حته بصلايه كبيره شويه. زي ما حضراتكم شايفين كده. هسيبها بقى ترتاح لها بتاع نص ساعه، تكون خلاص ارتاحت، وهرجع اصبحها معاكم تاني. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته، ولو لسه ما اشتركتش في القناه تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. كده بقى بعد ما ارتاحت اهي، انا سبتها حوالي ساعه على ما خلصت اللي كان ورايا يعني. كل ما تسيبيها اكتر بتاخد من التوابل اكتر، وبتاخد من طعم الخضره والحاجه اللي فيها. هجيب بقى عشان اصبعها. هجيب عندي طماطمايه و شويه ميه بصل من اللي انا كنت عاملاه عليها، وهنصبعها معاكم. خليكم معايا ما تروحوش في حته. انا خلاص هنا بقى طلعتها بقى من التلاجة، كانت ارتاحت. قعدت نص ساعه على ما خلصت. كان في حاجه في ايدي بعملها، وطبعا عندي ميه بصل وعصير طماطمايه حطيتهم اهمت، وهصبع بيهم على طول. خليكم معايا وما تروحوش في حته.